ازيك يا حبيب اخوك؟ عامل ايه واخبارك والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ في وسط زحمه الاعمال اللي بتتعرض الفتره دي بيتعرض مسلسل اسمه كارثه طبيعيه، المسلسل اللي بيرجع محمد سلام كنجم الساحه الاول حرفيا. فتعال نتكلم حبه عن مسيره سلام واقول لك ليه محمد سلام هو جوكر السينما المصريه. قبل ما نبدا الحلقه ونحكي في المسيره، انا عايز اقول لك ان انا مش هحكي عن كل اعماله، انا هحكي على اللي انا شفته بس. صراحه مش حابب ازود وقت الحلقه واقعد اهري في حاجات انا ما شفتهاش يعني. المهم يا سيدي، ان اول ظهور سينمائي لمحمد سلام كان سنه 2006 في فيلم الرهينه. شايفك وانت مستغرب، فتعالى الحقك بسرعه واقول لك ان هو فعلا ظهر في الفيلم، وما كانش لوحده كمان، ده ظهر معاه محمد فراج. بس الحقيقه يعني هم ما خدوش ادوار، الاتنين كانوا كومبارس صامت. دي مش خطوه مهمه اطلاقا، المهم ان بعدها بثلاث سنين في 2009 بيشارك في مسرحيه اسمها قهوه ساده. حرفيا دي مش مجرد مسرحيه، دي طلعت جيل كامل متكامل زي اللي عمله صعيدي في الجامعه الامريكيه كده. المسرحيه دي طلعت ناس زي محمد سلام ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد ثروت وغيرهم كتير قوي. المسرحيه دي حققت نجاح مبهر ونجومها بداوا يتخطفوا ويشاركوا في اعمال كتير قوي، اللي طبعا كان منهم محمد